هالبنت كانت مستعدة تسلم حالها لمدير شركة قوي بس لحتى تقدر تدفع مصاريف المستشفى لأخوها المريض بمرض خطير. لين كانت بتشتغل ليل نهار مشان تجمع مصاري لعلاج أخوها، ومن كتر يأسها أخذت مصاري من زعيم عصابة، ولما ما قدرت ترجع له المبلغ راحوا وخربوا بصتها بالشارع. بهديك اللحظة إجا المدير لينقذها من إيدين الشباب. لين انصدمت لما شافته، بس هو شالها بإيديه وأخذها على الفيلا تبعه. بعد شوي المدير رمى ثيابها لأنها كانت مبلولة، ولين خافت يفكر يعمل فيها شي. هو كان رح يقبلها بس فجأة إجاها اتصال من المشفى خبروها بأنه لازم يعملوا عملية لأخوها وما عاد فيهم يأجلوا. لين المقهورة عرضت جسمها مقابل المصاري، واعترفت أنه هالمرة الأولى بحياتها وهي عم تبكي حاولت تشيل المنشفة عن حالها، بس فجأة هو وقفها بعصبية زعلان من أنه بدها تضحي بحالها. بالنسبة له هي غالية كتير على قلبه، وكان متذكر أنه هي من عيلة منيحة. ما فهم ليش وضعها صار بهالسوء، بس عطاها كارت الفيزا تبعه وقال لها ما عليها تقلق ترجع المصاري بسرعة قبل ما تمشي. لين وعدت حالها أنه رح تدفع له كل قرش، وقالت لنفسها ما لازم توهم حالها بإشي مش موجود لأنه قصتهم خلصت من 8 سنين. وقتها هو كان مغروم فيها بجنون، وبعت لها رسالة حب وقعد يستناها ساعات بس هي ما اجت. وبعدين لقى الرسالة ممزقة، قلبه حرفياً انكسر، ومن وقتها ما عاد اهتم بأي بنت. لا وهلأ قرر إنه لين لازم تصير مرته. لقى حجة ليرجع يشوفها وطلب رقمها، واستغل الفرصة وحول لها المصاري تعويض عن الثياب اللي رمى لياها. بس لين رفضت تستقبل المصاري. هو عزمها على العشاء بس لين كمان رفضت بحجة إنه ما معها مصاري وما قبلت إنه هو يدفع عنها. حست إنه عوالمهم كتير مختلفة وما حتى ممكن يكونوا رفقات، فوعدت إنه رح تقسط التين ورجعت مشيت. المدير دمعت عيونه وهو بيشوفها رايحة، وما قدر يستوعب كيف بنت كانت شاطرة كتير بدراستها فقدت ثقتها بحالها. من طرف تاني رفيقتها لين خبرتها إنه رئيس المجموعة عم يتعاون مع مجموعة شين، وهي تذكرت قديش كان وسيم بالمدرسة وسمعت إشاعات إنه خاطب شين يين. بهاللحظة دخل المدير على الشركة وركضت شين يين لتضمه. لين انصدمت لما شافتهن، بس هو ما حتى طلع فيها. بالمقابل شين طلعت بلين بعيون مليانة غضب، بيّنت إنه هي يلي مزقت الرسالة من زمان غيرها، ومشان تبعدها عنه منعتها تحط بسطتها قدام الشركة. لين كانت محتاجة شغل، فرفيقتها نصحتها تصير مدرسة خصوصية لطفل. فرحت كتير بالأول، أجر أخدته بس فجأة إجا الزعران قدامها، وكانوا مرسلين من تشيني ليقدوها. لين صرخت بخوف، وبالصدفة المدير كان مال من هنيك مع حراسه. الزلمة ضربها وفقدت وعيها، والمدير جن لأنه ما عم تفيق. اكتشفوا إنه هي أصلاً كانت ما عم تاكل، بمعنى إنه هي حرفياً عم تحرم حالها من الأكل. فجأة صحيت وصرخت بخوف، ولما شافته حاولت تقوله بأنه في حدا بده يأذيها، بس هو طلب منها يأجل الحكي لبعدين لأنه لازم ترتاح. بس لين فهمت غلط وشكت فيه، فكرت إنه وجوده بنفس المكان ما كان صدفة وإنه عم يخبي شي. شكت بإنه هو يلي بعت هدوك الأشخاص. هو انفعل من كلامها وسألها ليش كانت بهالمكان المظلم بآخر الليل. هي صرخت إنه محتاجة شغل وهو معطيها مصاري كفاية، وما استوعب ليش عم تعمل أي إشي كرمال المصاري مع إنه هو أوريدي عطاها مصاري كفاية. لين انحرجت من كلامه وصفعته لأنها حست إنه عن تنهى، بس هو مسكها بقوة وحضنها وطلب منها تخليه يعتني فيها. بس لين اتذكرت إنه هو خاطب وقالت له إنه عم يعتني بالشخص الغلط. المدير انحرج وتركها فوراً. بعدين مساعده اكتشف إنه المصاري اللي عطى لياها انسحبت للمشفى. بهديك اللحظة عرف إنه أخوه لين مريض. المستشفى اتصل فيها بسرعة لأنه لين ناوية تطلع حالها من المشفى. هي أصرت إنه ما فيها تكمل لأنها ما معها تدفع أجار الغرفة، بس المدير وضح لها إنه هو يلي رح يدفع كل شيء، وقال لها لازم تضل عايشة لحتى تسدد يلي عليها. سألها المدير عن أهلها، فبعيون مليانة حزن حكت له إنه صارت يتيمة من 3 سنين، وقت خسروا الشغل العيلة أخوها هو كل شي ضل عندها، ومشان هيك كانت مستعدة تعمل المستحيل لتعالجه. كانت بتتمنى المدير يضل بعيد عنها، بس هو ما كان قادر ينساها. بعد أسبوع كلفها بمشروع مهم بالشركة، الشي اللي فرحها كتير، بس تشين يين غارت منها وأمرت إنه يطردوها.
لين راحت تستقبل رفيقها القديم بالمدرسة يلي كان راجع من برا. جان كان من زمان بيحبها بالسر وطلب منها ترافقه على الاجتماع. ما قدرت ترفض، ولما وصلت على الاجتماع كان المدير موجود كمان. الزملاء اتذكروا قديش كانوا لين وجان قريبين من بعض، وهالشي ولد غيرة عند المدير وما قدر يسيطر على حاله، فقبلها قدام الكل. بهديك اللحظة شافتهم تشينيين وركضت تواجه لين واتهمتها بأنها خطفت خطيبها، وحذرتها إنه حظها ما رح يضل معها للأبد. وبكلامها لين فهمت إنه هي اللي بعتت هدوك الأشخاص يلي ضربوها وسووا. مقهورة لين فاجأت الكل وقبلت المدير قدام عيون تشينيين يلي انفجرت غيرها. بس لين وضحت لها إنه ما لازم تتدخل فيها. المدير حاول يلحق بلين، بس جان وقفوا بوش وصار في عراك بيناتهم وخلصوا وشهم مليان كدمات. تشينيين غضبت لأنه المدير عم يحمي لين، بس هو تعب من تدخلاتها وبلش يشك إنه هي عاملة إشي ضد حبيبته مع إنه ما اعترفت. بهالوقت لين عالجت جروح جان، هو وعد نفسه ما يخلي حدا يخوفها أو يهددها. المدير عرف بأنه لين انطردت وحس بالذنب لأنه هو السبب بمشاكلها. أمر حراسه يمسكوا الزعيم بسرعة لأنه لازم يحاسبه. مرقوا الأيام ولين عم تدور على شغل، بس ما حدا قبل فيها بسبب أوامر تشينيين. رجعت على البيت محبطة لتتفاجأ بالمدير ناطرها. أول ما شافها حس إنه مصيبة، هي ما كان بدها مشاكل فعزمته يفوت. حكت له إنه انحرمت من الشغل بكل المدينة وما عاد في أمل تلاقي وظيفة. اترجت ويحكي مع خطيبته مشان تبطل تعتبرها عدوة، بس المدير وضح لها إنه هو مو خطيبها وبيعتبرها مثل أخته بس لين ما كان بيهمها هي بدها يتركها بحالها. سألها ليش قبلته بالاجتماع. سكوتها كشف له إنه سوت هيك بس كانتقام، فمشي زعلان ومكسور من إنه ما قدرت مشاعره. من طرف تاني الزعيم طلب مصاري من تشينيين لحتى يهرب لأنه المدير عم يلاحقه. هي رفضت تعطيه، بس هو هددها بتسجيل صوتي بيكشف إنه كانت ناوية تدمر لين. بهالتهديد اضطرت تعطيه المصاري بس أخذت التسجيل. المدير اشترى ورد ليزور أخو لين، وقبل ما يفوت شافه عم يضحك مع جان. غيرته ولعت ففصل بيناتهم بسرعة. وبعدين قعد مع الطبيب يسأله عن وضع الولد. ما فهم ليش إذا عيلة جان وعيلة لين كانوا مقربين، بس عيلة لين هي يلي انهارت. جان يلي كان عاشقها بالخفي حاول يقنع أهله يستثمروا بشغل عيلتها من جديد، بس رفضوا وبعتوه برا. كان ناوي يدرس إدارة بس غير لمجال الطب، مفكر إذا عالج أخو لين بيكون عوضها. كان بيعرف إنه المدير كمان مغروم فيها، فواجهه وقال له إنه ما رح يخسرها هالمرة، والمدير كمان ما كان مستعد يتنازل. عرض عليها المدير وظيفة عنده بالشركة، بس هي رفضت بإصرار. هو ما فهم ليش وفكر إنه لسه ما بتوثق بقدراتها تمسك المنصب. لين ضلت تدور على شغل وتروح مقابلات بس بدون نتيجة. جاراتها صاروا يستهزئوا فيها، بس المدير ظهر فجأة ودافع عنها. رجع لها عرض المنصب كنائبة مدير واعترف إنها بتضل مميزة مثل قبل. عطاها طلب التوظيف لتفكر فيه وهي ما كانت متأكدة شو تسوي. تاني يوم كان عندها مقابلة بس مرق وقت طويل وما إجت. المدير كان واثق إنها رح تاخد القرار الصح، وانصدم لما شافها واقفة برا القاعة. فورا قدمها لزملائه بس هن شكوا بكفاءاتها وظنوا إنه تم توظيفها بدون خبرة. بجرأة وضحت لين مخاوفها وقدمت الخطة تبع المشروع يلي ناوية تنفذه، وخلت الكل مندهش فيها. بالأيام يلي بعدها اشتغلت بلا كلل لتخلص المشروع، وإجا اليوم يلي لازم تجتمع فيه مع مجموعة تشين. وكانت تشينيين متلهفة تشوف المدير، بس مزاجها انقلب لما عرفت إنه لين صارت موظفة بمجموعة فو. حاولت عمداً تحرجها قدام الكل، بس لين فرجت قوتها وعدلت عدة نقاط بالخطة اللي طرحتها، الشي اللي زاد من غضب تشينيين. اعترضت وقالت إنه ما عندها صلاحية لتصححها، بس المدير وضح إنه لين معها دعم مجموعة فو وأجبر تشينيين تعتذر. بعد الاجتماع حاولت تشينيين تتمسك بالمدير وتترجى ما يتركها، بس هو شرح إنه دايماً اعتبرها مثل أخت، واعتذر إنه خلاها تفهم غلط واعترف إنه مغروم بلين.
لين سمعت هالحكي بالصدفة لأنها كانت ناسية تليفونها، ومع هيك المدير مهتم إذا عرفت. بعدين وهي زهقانة بالشغل تواصلت مع جان، كانت بدها تزور أخوها، بس وقت الزيارة بالمشفى خلص. جان خطر بباله فكرة إنه يدخلوا خلسة، يعني يدخلوا بدون ما يشوفهم حدا. فركضت لين. المدير حاول يوصلها على البيت، بس لما رفضت قرر يلحقها. خطة جان كانت إنه تتسلق الحيط وتدخل على المشفى، بس الحارس مسكن. المدير عصب لما شافهم سوا ورفض يساعدهم. مدير المشفى وبخ جان على الفضيحة وهددوا إذا رجع عمل مشكلة رح يتصل بأهله. تركون يروحوا بعد التوبيخ وكانوا جوعانين، فراحوا ياكلوا نودلز. لين كانت بتتعامل مع جان مثل الأخ الصغير، بس المدير رجع فهم غلط. صار يسأل حاله شو المميز بالنودلز لحتى تبين مبسوطة. لما داق اللقمة ما حس بشي خاص، لأنه ما خطر بباله إنه السر هو صحبتها. بهالوقت لين كان عندها حجز، وصديقتها لغت الموعد مشان ما يروح عليها المصاري. قررت تعزم المدير، هو انبسط وغير ثيابه مشان يبين مرتب، وجاب لها عقد هدية. لين رفضته لأنه غالي، بس هو وضح لها بأنه هاي الهدية مجرد مجاملة لأنها عزمته على العشاء. لما حط العقد برقبتها كان بده يعترف بحبه، بس دخلت شينيين مع أمها وقطعت الجو. الست كانت راجعة من برا البلد بعد ما سمعت إنه ابنها ما بده خطوبة، وبلشت تحتقر لين. بنفس الوقت شجعت تشينيين لتصير كنتها. هون المدير وضح لها إنه هو مو لعبة بإيدها، وإنه الوحيد اللي بيقرر مين رح تكون مرته وما رح يسمح حدا يرعب لين. وبعد ما خلص كلامه مسك إيد لين وطلع. فلين اعتذرت لأنه سببت له مشاكل مع أمه. هي كانت مقتنعة إنه كلام الست صح، لأنه الساعة رح تدق 12 وهي رح ترجع تلبس مثل ساندريلا. بس المدير قال لها إنه هو مو أمير، وأكد إنه الشيء الوحيد اللي بيعرفه إنه هي عاجبته، فقبلها. وفجأة الألعاب النارية ضوت السماء. ليتجنب رفضها لمشاعره بدون تفكير عطاها وقت زيادة. هالليلة ما قدرت تنام من شدة فرحها، لأنها ما كانت متوقعة إنه يعجب فيها كمان. مع هيك كانت كتير خجولة وحاسة إنه ما بتستاهله، فبلشت تتهرب منه. من جهته المدير بلش يغازلها بهدايا بسيطة مثل قطعة جاتو، وخلى البنات يغاروا، وتبرع ب10 ملايين للمشفى يلي موجود فيه أخو لين. الشي يلي عصب جان. أهله قطعوا عنه المصروف وما عاد عرف كيف يساعد لين، بينما المدير كان متقدم خطوة عليه. لين شكرته على مساعدته، بس هو قال لها إنه هو يلي لازم يشكرها لأنها علمته يفهم الناس اللي عم يمروا بظروف صعبة. بمزح قال لها المدير إنه فيه يعطيها مكافأة، بس للأسف رفيقتها قطعت اللحظة قبل ما يقبلها. الرفيقة انصدمت من تقدم علاقتهم، بس لين أصرت إنه لسه مو حبايب رسمياً، يعني لساتهم مو حبيب وحبيبة، مع إنه هي كانت عارفة إنه المدير مهووس فيها لدرجة الجنون. هي كانت حاسة إنها ما بتستاهله. رفيقتها شجعتها تتمسك بحبها لحتى ما تعيب الندم، وبفضل هالكلام اتجرأت لين وتواصلت مع المدير لتعترف له. بهذاك اليوم كان عيد ميلادها وهي نسيانته. جان حاول يفاجئها، بس المفاجأة صارت له لما اكتشف إنه صاروا حبايب. حاول يخبي قهره ويحتفل بعيد ميلادها، بس ما قدر يمنع حاله من الغضب لأنه وافقت تصير حبيبة المدير. لين ما فهمت تصرفاته وضلت سرحانة بالشغل. المدير عرف إنه عيد ميلادها، فأشعل شمعة ليخليها تتمنى وعطاها خاتم ثنائي. لين كانت مشغولة حاولت تحكي له عن خلافها مع يين، بس فضلت ما تحكي واعتذرت عن عزيمته مدعية إنه رح تقضي اليوم مع أخوها. راحت على المشفى لتتصالح مع جان وجابت له دجاج مقلي، بس جان شاف الخاتم بإيدها وعصب. شرحت له بأنه هو شخص مهم بحياتها، دايما كان معها بأصعب لحظاتها، بس حبها للمدير كان من زمان. هالكلام كسر كل آمال جان، لأنه تأكد إنه ما كان عنده فرصة معها من البداية. المدير كان بيغار من صداقتها مع جان، بس لين طمنته إنه بتحب غيره، وبهالطريقة قضوا الليل سوا. تاني يوم الصبح ترك لها فطور على الطاولة، متأثرة حضرت له هي غدا. فجأة وصل خبر عن مشكلة بالمصنع، بس المكان كان كلش بعيد والمدير كان عنده اجتماع مهم، فقررت لين تروح بداله. وبعد ما حلت المشكلة وصلها خبر إنه وضع أخوها ساء كتير. المنطقة ما كان فيها شبكة منيحة وما قدرت تتواصل مع حدا. الموظفة حاولت تمنعها تسوق بالليل لأنه الطريق كان مظلم وخطر، بس قلقها على أخوها غلبها وتجاهلت التحذير. ولسوء حظها صار معها حادث. المدير ركض وحملها على المشفى،
وجون اتهم المدير إنه ما اعتنى فيها منيح. طلعت الدكتورة أو الطبيبة وأعلنت إنه عملوا كل شي بيقدروا عليه. لما سمع المدير انهار. بعد شوي لما فاق كان أول سؤال عن لين. هي كانت لسه بالعناية المركزة. أمه كانت متمنية ينسى لين ويتزوج تشينين، بس المدير وضح لها مشاعره وأصر إنه سعادته الحقيقية مع لين. أقنعها تتركه يعيش مع حب حياته، فما عاد عندها اعتراض. بعد فترة قصيرة لين تحسنت بالمشفى والمدير ضل ملازمها ويهتم فيها، بينما أمه تكفلت بأمور الشركة. جون كان لسه حاسس إنه ما بيستاهل، بس ما عاد فيه يعمل شي ليفرقن. طلع خبر تدهور وضع أخوها كذب كذب كذب، والمدير وعد حبيبته إنه رح يمسك الفاعل. بسرعة اكتشفوا إنه تشينين هي المسؤولة. أم المدير انصدمت وخابت أملها فيها، راحت واجهتها خصوصاً بعد ما اكتشفت إنه عندها جواسيس جوا الشركة. وبالرغم من السنين الطويلة من الصداقة بين العيلتين قررت تسامحها هالمرة، بس حذرتها بشكل واضح إنها ما تقرب من لين مرة تانية، لأنها صارت تعتبرها مثل بنتها من جهة ابنها. من طرف تاني أخو لين تعافى تماماً، وبعد وقت طويل حست لين براحة بحياتها. جان كان جاهز ليسافر برا ليكمل دراسته، وهالشي فاجأ لين، بس تمنت له كل التوفيق. المدير ما عاد بده يضيع وقت، لا خلاص طلب إيد لين للزواج، وهي وافقت بفرحة كبيرة. وهيك مع إنه النهاية كانت سريعة بس كانت سعيدة وخلصت القصة. اشتركوا بالقناة، حطوا لايك للفيديو، اكتبوا تعليقكم ورأيكم عن الملخص، ابعتوا هالملخص مع أصدقائكم مع الأشخاص القريبين منكم. بحبكم كتير كتير، باي باي.